السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين ومتابعات قناة جرائم واقعية. نتمنى أعزائي الكرام تكونوا في أحسن حال، ونبدأ في سرد جريمة اليوم. واحد السيد في عمره تقريبا 42 عام، خدام في واحد الشركة ديال البونج، تعطل شوية في الزواج، ولكن دارهم بقاو كيضغطوا عليه: خصك تزوج، خصك تزوج، وانت غادي وكتكبر والعمر قصير، بغينا نشوفو وليداتك، وهضرب من هاد القبيل هذا. هو يقول لمو: واخا، شوفي ليا شي بنت الناس. وهادشي اللي كان. مو شافت واحد البنت في واحد العرس، باقا صغيرة شوية، في عمرها تقريبا 26 عام، وعرضات عليها الزواج بولدها. قالوا لها والديها مرحبا، مشاو خطبوها، تفاهموا وتزوجوا. كانت حياتهم بخير في البداية ديال زواجهم. تقريبا واحد العام كانت الأمور بخير وعلى ما يرام، وساكنين بوحدهم. أي يعني السيد مسكنها في دارها بوحدها، ماشي مسكنها مع والديه ولا كاري ليها. لا، السيد عنده الشقة في الملك ديالو، يعني حامد الله وميسور الحال. إلى أنه واحد النهار الشركة اللي خدام فيها قالوا ليه: غنصيفطوك لواحد الفرع ديال الشركة في واحد المدينة بعيدة على السكن ديالو. في الأول ما وافقش، ولكن لما الشركة عرضات عليه شي امتيازات مالية، وقالوا ليه بلي هذا الانتقال غادي يكون غير فترة مؤقتة ماشي ديما، وافق. وبالفعل انتقل. مرة كيجي عند مرتو تقريبا مرة أو مرتين، بعض المرات 3 المرات في الأسبوع. وبقات الأمور هكا حتى لواحد النهار، واحد الكونسيرج اللي في العمارة اللي ساكن فيها هاد السيد مشى عند دارهم، وقال لهم: أودي، مرت ولدكم راه كيجي عندها واحد السيد مرة، ومرة كيجي بالنهار وكيمشي، وبعض المرات كيجي عندها مع ديك جوايه المغرب، وراه كيبقى عندها حتى الصباح. هنا مو ختو وواحد خوه قالوا: خصنا نتأكدوا من هاد الشي، عاد نقولوها لراجلها اللي هو ولدهم. واخا، قالوا لهداك الكونسيرج: هاك النمرة ديالنا، ولما يجي هداك السيد صوني علينا مباشرة. قال لهم: واخا. دازت يومين تقريبا وهو يصوني ليهم، قال لهم: راه يلاه جا، ودخل عندها غي دابا. جات مو وخوه وتخباو في واحد البلاصة في السطح، وبقاو كيطلوا غير من الدروج، حتى بان ليهم بالفعل واحد الشاب في عمره تقريبا ديك 30 عام خارج من عندها. هنا تصرفوا بواحد الطريقة زوينة ومشاو بدون حتى شي مشكل. الأم عيطات لولدها، قالت ليه: ضروري تجي دابا. قال لها: ما كاين باس امي. قالت ليه: حتى تجي ونهضروا. جا، قالت لها: ولدي، ما كاين ما نخبي عليك، هذيك السيدة خصك تطلقها، ما تصلحش ليك. قال لها: علاش امي؟ ياك ما كاين باس. هو ينقص داك خوه، قال ليه: اودي، راه جا عندنا كونسيرج ديال العمارة اللي ساكن فيها انت، وقال لينا راه مرتك كيدخل عندها شي واحد للدار، وبعض المرات كيبات عندها. وحنا مشينا وتأكدنا، ولقينا باللي فعلا كيدخل عندها واحد خينا. هنا الراجل مشى عاود سول، وحتى هو تأكد باللي بصح مرتو كيدخل عندها واحد للدار. هنا الراجل تصرف بواحد البرود، مشى عند مرتو عادي وكأن شيئا لم يكن، ودوز معاه يومين تقريبا ورجع لخدمته. واحد النهار الجيران ديال ديك العمارة بقاو كيشموا واحد الريحة خايبة بزاف في الموبل. بقاو كيقولوا: ديالاش هاد الريحة؟ ويقول لهم الكونسييرج: عفوا، راه غير المشاش كيتبرزوا في الدروج، وراني كل مرة كنتسيق. هما يقولوا ليها: ودي هاد الريحة راه مجهدة بزاف، كثر من القياس. هما يبداو كيقلبوا في الموبل على المصدر ديال هاد الريحة، قلبوا في الدروج، قلبوا في السطاح، ولكن ما لقاو والو. هنا واحد السيدة من هادوك الجيران ديال الموبل قالت لهم: اودي، راه الريحة خارجة من هنا، اي من الشقة ديال هداك الراجل. بالفعل قربوا حتى الباب، كيلقاو الريحة مجهدة بزاف. كلما بعدوا من الباب ديال الشقة كتنقص الريحة. هنا قالوا: ودي، هاد الريحة هادي راه ديال الجيفة، خصنا نعيطوا للبوليس. بالفعل عيطوا للبوليس، جاو كيلقاو بلي كاينه واحد الريحة خطيرة جدا، وريحة عرفوها هما ديال الجيفة حكم التجربة ديالهم. البوليس قالوا: فين مالين الدار؟
قالوا لهم الجيران ما عرفناش، ولكن الا بغيتو نعيطوا لمون الدار راه عندنا نمرتو. قالوا لهم عيطوا ليه، ولكن منين كيصونيو ليه كيلقاو تليفونو طافي. هنا البوليس خداو امر من النيابه العامه اقتحام المنزل، وحلوا الباب ودخلوا كيلقاو جوج ديال الجثث في بيت النعاس فوق النابوسيه، مرأة وراجل مقتولين ومضروبين بعدة طعنات في الرأس وفي الصدر وفي البطن. عيطوا الناس ديال مسرح الجريمة، داروا المعاينات ديالهم في مكان الحادث أي في بيت النعاس. من الحوايج اللي عثروا عليها الشرطة هو لقاو ساروت، جربوه لقاوه ديال الدار، وفي الدخلة ديال الدار لقاو ساروت آخر بحالو، جربوه حتى هو لقاوه ديال الدار. واخا بعد تحديد هوية القتيلين لقاو بلي الأمر كيتعلق بالخيانة الزوجية، لأن هذا الراجل اللي مقتول ماشي راجل هذيك اللي مقتولة. هنا البوليس قالوا ضروري خاص راجلها يحضر، خداو نمرتو من عند الجيران وعيطوا ليه، قالوا ليه ضروري تجي دابا عندنا الكوميسارية. بالفعل جا، وقالوا ليه أودي ها اللي كاين، ها اللي كاين، راه مرتك لقيناها مقتولة في بيت النعاس ديال الدار، هي وواحد السيد كان معاها. السيد تصدم، كلموه البوليس وقالوا ليه ارتاح عافاك باش نطرحوا عليك شي أسئلة. السؤال الأول اللي سولوه البوليس هو واش كاين شي حد آخر من غيرك عنده الساروت ديال الدار. والبوليس علاش سولوه هذا السؤال؟ حيت لقاو الباب ما مهرس ما والو، يعني اللي دخل قتلهم كان عنده الساروت. قال لهم هو الساروت عندي غير أنا ومرتي اللي ماتت. هنا البوليس جاتهم غريبة هاد القضية، السيد كيقول لهم بلي الساروت عنده غير هو ومرتو، والدار لقاو فيها جوج سوارت. غريبة شوية هاد القضية هادي. بدا كيجيهم الشك في هاد الزوج هذا. واحد الضابط قال ليه تقدر تعطينا عافاك الساروت ديالك؟ هو يقول لهم الساروت خليته في الخدمة. قالوا لي عافاك نمشيو معاك للخدمة نشوفوا الساروت. قال لهم واخا. هنا البوليس مشاو معاه ودخلوا للشركة، لأنه هو عاطيه الإدارة واحد السكن لداخل في الشركة. دخلوا مع البوليس كيقلبوا ما لقاوش الساروت. هنا البوليس قالوا احتمال أن واحد من هذوك السوارت اللي لقينا في الدار هو ديالو، وبداو كيشكوا فيه بزاف. وهما يقولوا للبوليس فين كنتي ديك الليلة ديال الجريمة؟ قال لهم كنت خدام. دخلوا تما الإدارة ديال الشركة لقاو بلي داك النهار ديال الجريمة ما كانش خدام. هما يعاودوا يسولوه فين كنتي ديك الليلة؟ قال لهم كنت عيان شوية وانا ما عقلتش وكنت مريض، ما قدرتش نخرج للخدمة، ومشيت حتى وصلت للباب ديال الوزين وعاود خرجت ورجعت للدار. وهنا البوليس قالوا ليه انت ما عندكش الساروت وكذبتي وقلتي لينا كنتي خدام وما خدمتيش ديك الليلة. قال لهم لا ماشي ما خدمتش، راه مشيت ورجعت وما شافني حتى شي واحد. هنا الفرقة الثانية ديال البوليس اللي تكلفت بالبحث بخصوص المحيط ديال مرتو وهذاك اللي لقاوه مقتول معاها، جابوا واحد المعلومة كتقول بأن هذاك اللي لقاوه مقتول معاها راه كان كيجي عندها شحال من مرة، وباللي في بعض المرات كان كيبات عندها. هنا عيطوا للكونسيرج وعاودوا سولوه وقال لهم اودي راه هذاك اللي لقاوه مقتول معاها راه كان ديما كيجي كيبات عندها، وراه جا عندي راجلها وقلتها ليه، وراه حتى والديه راه في خبارهم. البوليس رجعوا عند الراجل وقالوا ليه واش كنتي عارف مرتك كتخونك؟ قال لهم لا ما كنتش عارف. قالوا ليه البوليس ياك قالها لك الكونسيرج؟ هو يقول لهم لا ما عمر الكونسيرج قال لي شي حاجه. هما يدخلوا الكونسيرج وواجهوه معاه وبقى ناكر. قال الكونسيرج فين عمرك قلتي لي شي حاجه؟ هنا البوليس جابوا مو وخوه واختو وسولوهم وقالوا لهم خبارنا باللي كان كيدخل عندها واحد السيد، ورحنا قلناها لولدنا وقلنا ليه طلقها. واجهوه مع والديه اللي هما خوه ومو واختو وقالوا ليه حنا قلنا لك باللي راه مرتك كتخونك وكتدخل عليك واحد وقلنا لك طلقها. وهنا بقى غير ساكت، هو ينهار، هو يقول للبوليس انا اللي قتلتهم. قالوا لي البوليس عاود لينا كيفاش قتلتيهم؟ قال لهم انا داك النهار اللي قتلتهم مشيت وبقيت واقف طوموبيلتي بعيد على الموبل، وبقيت حاضر الكونسيرج يتحرك باش ندخل الموبل بلا ما يشوفني، وخليته حتى تحرك وانا ندخل وطلعت للسطح. بقيت واحد نص ساعه حتى بان ليا واحد جاي طالع من الدروج، بقيت حاضي حتى وصل عند الباب ديال الشقه ديالي ودق، ومرتي حلت ليه، سلمت عليه ودخلتو وسدوا الباب.
أنا بقيت في السطح حتى لديك 2:30 ديال الليل، وهبطت حليت الباب غير بشوية، ومشيت للكوزينة وهزيت الجنوي ودخلت عليهم للبيت غير بشوية، ولقيتهم ناعسين. ضربت الراجل هو الأول، ضربتو للراس، عاد ضربتها هي، وبقيت كنضرب فيهم حتى تأكدت بلي ماتوا. ومشيت للكوزينة، غسلت الموس وعاودت حطيتو في بلاصتو وخرجت. البوليس هنا حرروا الأقوال ديالو في محضر رسمي، وحالوه على قاضي التحقيق، وتحكم ب25 عام، واستأنف وخلاو ليه غير 20 عام سجن نافي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا متابعينا الكرام الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.